الطريق إلى كأس العالم لم تعد رحلة استكشاف لدى المنتخب المغربي، بل دربا مألوفا، وإنجاز التأهل لم يعد حلما بل عادة لا تكسر. فرحة افتتاح الملعب الجديد تلتها فرحة التأهل ليكتمل المشهد الافتتاحي في العاصمة الرباط. كتيبة وليد الركراكي لم تطرق باب المونديال بل دخلته بكل ثقة بعد اكتساحها منتخب النيجر مستفيدة من تعثر تنزانيا. النتيجة خماسية بيضاء وتأهل مستحق قبل جولتين من ختام التصفيات. الحمد لله. يعني الاجواء كانت يعني ممتازه، كنشكروا الجمهور اللي حضر. بالنسبه للمباراه فالدراري تعاملوا مع المباراه بواحد الشكل جيد والحمد لله. زيد سعداء بهذا التأهل ما جاش من الفراغ، جا من عمل ومن اجتهاد ديال الكل، وتنظن ان مجموعه ديال اللاعبين الجيدين. تنظن اليوم كانت مباراة جميلة، استطعنا نسجلوا أهداف. تنظن العمل باقي مستمر باش يمكننا نزيدوا نطوروا من الإمكان من المردود ديالنا في أرضية الملعب، ونحاولوا نسجلوا أهداف في توقيت أقل من التوقيت اللي سجلنا به، لأن تنظن بأن عندنا لاعبين تيمتازوا بالخبرة ولاعبين شباب، فالمستوى ديال الفريق اليوم كان جيد. بسط الملعب الجديد ذراعيه لقرابة 70,000 شاهد على الحدث، وحدث الافتتاح زينه إنجاز التأهل في مباراة لعبت بشبابيك مغلقة. ولأن تجربة الافتتاح تعاش مرة واحدة فقد استمتعت الجماهير بكل لحظة وبكل هدف في ملعب سيكون معقلا للأسود خلال نهائيات كأس إفريقيا. التأهل زعما موفق، والتأهل اللي ميريت. يعني كان ماتش شويه صعيب في الاول، حتى جات حاله الطرد، عاد تحل الماتش لانهم كانوا ركنوا للدفاع. والحمد لله ديجا على هاد لا كاليفيكاسيون. فيليسيتاسيون الفوتبول ماروكان بهذا الانجاز الثالث. اول مره الحمد لله بلادنا كتأهل المره الثالثه على التوالي لكأس العالم. فيليسيتاسيون لي جوار و لا ستركتور ماروكان دو فوتبول دون مانيير جينيرال على الخدمه اللي تدارت في هذه السنوات الاخيره. كنا كنتسناو التأهل بواحد النتيجه اللي هي كبيره. الحمد لله 5-0 كانت نتيجه متوقعه نظرا لتوافد الجماهير المغربيه بكثره هذا النهار. كنفتخروا بهذه الجوهره، وكنتمناو يكون بحال هذا التيران في جميع المدن المغربيه باش نمثلوا المغرب احسن صوره. مهرجان تهديفي في افتتاح معلمة كروية جديدة يتوج بتأهل ثالث تواليا لنهائيات كأس العالم وللمرة السابعة في تاريخ الكرة المغربية. هدف أول يتحقق في انتظار خوض غمار الرهان الإفريقي الأبرز داخل الديار بعد أقل من 4 أشهر.